عندي ملحوظة عن حرف اليوتا. حرف اليوتا بيستخدم كأنه كسرة في اللغة العربية أو كأنه حرف آي في الإنجليزي. يعني لو جاء بعد حرف النون هيتقري ني كأنها نون بكسرة، أو كأنه إن آي في الإنجليزي. هنا بيعتبر حرف متحرك، حرك لنا النون، ساعدنا على نطق النون. أحيانا حرف اليوتا بيكون حرف ساكن، زي في العربي برضو لما تقول على حرف الياء مثلا فيل، هنا يه، ده يعتبر هنا حرف متحرك. لو حطيناه في كلمة يد هنا حرف ساكن، اللي بيقبل فتحة أو ضمة أو كسرة يبقى هنا ساكن. فيبقى حرف اليوتا ممكن يكون ساكن وممكن يكون متحرك. عندنا برضو حرف الإبسلون، احنا قلنا نطق من النطقين بتوعه اللي هو انه زي الإيطة يبقى يه طويلة. لما قلنا كده نين، الكلمة دي على فكرة موجودة عندنا في الصلاة لما بنقول كينين، كلمة يوناني معناها الآن، فهنا يعتبر كأنه يه. ممكن برضو الحرف ده يستخدم كحرف ساكن لو جه بعد الألفا، بيتقري آف. الفي ديت الإنجليزي ديت تعتبر حرف ساكن، وبرضو لو جه بعد الأي بيتقري إيف. يعني الألفا وبعدين الفي تبقى آف، الأي إيه وبعدين الفي تبقى إيف. يبقى عندنا حرف الإبسلون أحيانا متحرك وأحيانا ساكن، وبرضه حرف اليوتا أحيانا متحرك وأحيانا ساكن. لما نقول يا ديت كلمة معناها اغسل، وجاية منها كلمة يع اللي وصلت لنا في اللغة العامية بتاعتنا، معناها حاجة مقرفة واغسل بقى ونظف.